بص يا سيدي، من البداية الفيديو ده مش لأقل من 18 سنة، ولو انت قلبك ضعيف شوية ما تتفرجش على الفيديو ده. النهاردة احنا بنتكلم عن سيدة ابتلعها تعبان. والله القصة بتقول ان كان في واحدة من كام يوم موجودة في اندونيسيا. الست دي عندها 45 سنة، اختفت وبدأوا يدوروا عليها وما عرفوش مكانها. سرعان ما جريوا على الغابة اللي حواليهم ولقوا تعبان بطنه منفوخة شويتين تلاتة. شكوا على طول ان ممكن يكون التعبان ابتلعها. بدأوا ان هم يفتحوا بطن التعبان ويشقوها بالمنشار لحد ما لقوا ان السيدة موجودة في بطن التعبان بوضعيتها، بنفس ملابسها، بنفس كل حاجة. بعد ما استخرجوا جثة السيدة اللي هي كانت في مدينة سواسيلي في اندونيسيا، بدأوا ان هم يدوروا ويعرفوا ايه اللي حصل. اتضح ان التعبان عضها من رجليها وبدأ ان هو يعمل عملية اختناق ليها، والنوع ده من التعابين بيبدأ ان هو يلتهم الفريسة بتاعته عن طريق ان هو بينقض عليها ويكتفها زي ما بيقولوا، وبعد كده يبلعها. وبعد ما يبلعها يبدأ عملية الهضم فيها، يعني الأول يبلعها ويموتها جواه وبعد كده يشوف بقى هيعمل فيها ايه. مش دي أول حادثة تحصل في أندونيسيا بالشكل ده. سنة 2018 لقوا تعبان طوله 8 متر وبنفس الشكل، وفتحوا بطنه ولقوا إن فيه جواه سيدة عمرها 54 سنة. يعني مش الحادثة الأولى في أندونيسيا اللي يحصل فيها ابتلاع إنسان جوه بطن التعبان. هل تخيلت في يوم إن يحصل لك كده؟ ادعوا بالرحمة لفريدة وربنا يستر على الناس في أندونيسيا. ما تنساش اكتب لي رأيك في الفيديو ده ووصله للناس علشان الناس كلها تعرف ولو معلومة بسيطة ان ممكن التعبان ياكل الانسان. سلام. Allah. Kali pakai nih di mana emang ini pakai ada sisi patut itu tahu sih aku kita kan tuh lagi ngecat siap buat sama Toting ano kan itu yang kali apa so penan kau nih sepura mi ede monana anu Tuas, deh, pokok itu bah, deh, ain, apa ini? Mereka juga mampu, kita fase bergerak, emang nih, akan ada, tapi tuh, bagus lihat kan, itu bagus lihat, bye.